ليا فترة كل ما اتفرج على التلفزيون او على السوشيال ميديا الاقي ومع الاعلام فلان خبير كذا او خبيرة كذا. فاحنا بقينا بلد المليون خبير. يعني مثلا تلاقي خبير علاقات، خبير التغذية، خبيرة ابراج بتيجي راس السنة، دايما خبير التجميل. ايه هو المكان اللي انا بلبس له الصبح بدري؟ بصحى الصبح بدري والبس واركب مثلا مواصلة واروح، يعني في جامعة خبراء مثلا، في مدرسة بتعلم بتطلع خبراء. ما عرفتش يعني، بس انا في الاخر جمعت شويه كده من الناس اللي شفتها دي، من الخبراء اللي شفتهم. شروط ازاي كيف تصبح خبير في مصر. اول شرط ان انت لازم تبدا تتعامل على ان انت خبير، تقعد مع اهلك مع اصحابك في القهوه، تحاول ان انت دايما توصلهم لدرجه ان هم مثلا لما يتكلموا في موضوع مثلا اللي فرق بين البيضه والبيضه البني، فيقول لك لا احنا لازم نسال الخبير بتاعنا. انت لازم توصلهم للمرحله دي. فدي نمرة واحد، الثقة. نمرة اتنين، ان انت لازم في كلامك تقول دايما كده، تقول والله انا قريت البحث، البحث اللي كانت طلع، او ورقة بحثية كانت طلعت من جامعة شخرنسونيا سنة 2003 على ما اتذكر، او 2013. يعني الواحد عشان يبقى دقيق في التاريخ، كانت بتتكلم عن علاقة العنب البناتي بالرز اللي بشعريه. محدش هيدور وراك يعني. طيب ايه تاني؟ لما تيجي تتكلم في اي برنامج مثلا او مع اي حد، تقول له انا والله بص انا خريج، وتقول 3 حروف انجليزي. ده لو هتتكلم على اسم الجامعه، او واخد الماجستير بتاعتي في جامعه اتش بي سي مثلا، ماشي، او اتش بي اي 1 سي، ده تحليل سكر تراكمي، او 4 حروف او من 4 ل7 حروف اجنبي، يبقى دي اسم الشهاده. خدت شهاده دبليو اتش ار اس اف. الشهاده دي انا خدتها سنه 2004، واللي ناقشني في الدكتوراه دي كان الدكتور بروفيسور محمود على الله في جامعه بنسلفانيا زي ما قلنا، او جامعه اوكسفورد، او اي جامعه. دايما بتتكلم بتبص خالف تعرف، راي الشاذ. يعني مثلا لو انا خبير تغذيه، هبدا اتكلم في انه لو حد مثلا بيقول لي انا عايز وزني يزيد، ايه الحل في اني دايما باكل وما بتخنش؟ هنقول له والله بص، الجعان يحلم بسوء العيش، فهتحاول دايما ان انت تشوف مخبز جنب البيت، وتحاول ان انت تأجر الأوضة اللي فوقه، ودايما تنام، يعني تاخد لك مثلا، هنقول مثلا من شهرين ل3 شهور، والجعان يحلم بسهوله. الدايت مثلا، مفيش حاجه اسمها دايت كيتو دايت والكلام الفاضي ده. احنا هناكل مال اليتيم. يعني افضل حل عشان خاطر نعمل دايت ونخسر وزن، ناكل مال اليتيم. ليه؟ ما بيشبعش، مال حرام فما بيشبعش، فبالتالي عمري ما وزني هيزيد مهما حصل. طب هوقف ايه؟ انا بقطع علاقتي مع كل اصحابي، كل العشره الكويسه وكل الصحاب الجدعان بقطع. ليه بقى؟ لاني دايما باكل معاهم عيش وملح، والعيش والملح ده بيزود وزني. تمام، فانا هقطع علاقتي باصحابي عشان ما اكلش معاهم عيش وملح، وهزود اكل مال اليتيم واي مال حرام، لان ده في الاخر نار، فانت كده كده كله بيحرق، فالنار بتحرق، وفي الاخر ده مال حرام، فالمال الحرام ما بيدومش زي ما احنا عارفين، فبالتالي انا وزني مش هيزيد، وهحرق اكبر سعرات حراريه. فاي هبد، تمام، اي كلام عكس المعقول، عكس العلم ما بيقول، هتبقى انت خبير. ايه خبيره زي مثلا خبيره الابراج، بتتكلم في الهري، فانت مش هتقدر. يعني انت هتطلع مثلا تتاكد فعلا مثلا السرطان راكب الميزان، استغفر الله العظيم، او مثلا ان البرج الترابي نيلها وطينها مع البرج المائي. لان انت لو راجل مثلا برج ترابي، فانت المفروض تشوف لك برج ترابي زيك تتجوزه عشان خاطر تعملوا فرحكم في حفره. وقول لنا نظرتك لبرج الجدي اللي في السنه الجديده. هيقول لك ده برج الجدي ده السنه دي 2023 دي اسعد سنه في حياته، هيبدا ينطح في الحيط، يحفر في الصخر. ده لو برج بقى الاسد، او خبير الحياه، او اللي هو المدرب الحياه اللي هو اللايف كوتشنج ده مثلا. ده خبير. خبير في ايه؟ ما تعرف. معاك فلوس تروح انت ما لا، بس هيقول لك ازاي تعمل مليون دولار في اول 3 اسابيع مثلا. فده خبير. ففكره ان انت في مصر تبقى خبير كذا، دي مش صعبه خالص.